السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ منا. النهارده هنعمل مع بعض كيكه بالشوكولاته تحفه جدا، او جاتو شاتو زي ما انت شايفه كده. النتيجه روعه في منتهى الجمال. خطيره بجد، النتيجه عجبتني جدا. عملناها بابسط الامكانيات في الخلاط. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم. وانت شايفه كده قطعه الكيك عباره عن قطعه جاتو. بجد تحفه، وكمان الكيكه في منتهى الجمال وهشه زي ما انت شايفه كده. بجد زي ما يكون كيكه اسفنجيه جدا. هنبدا مع بعض المقادير. هنحط في الخلاط كوباية من السكر. هنعاير كل المقادير بنفس الكوباية اللي انت شايفاها دي. حطينا كوباية من السكر في الخلاط، عليها كوباية من اللبن، عليها كمان معلقتين كبار من الكاكاو. كل ده هنضربه في الخلاط كويس جدا. وبعد كده هنجيب ادي كده معلقتين كاكاو. يبقى في الخلاط عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من اللبن، معلقتين كاكاو. هنضرب الخلاط بقى، هنشغله على المكونات دي. بعد كده هنزل عليها بكوباية من الزيت سرسوب كده، والخلاط شغال. ابدأي نزلي الزيت. تمام، ما تطفيش الخلاط، خلي الخلاط شغال وابدأي نزلي الزيت علشان خاطر قوام الخليط ده يتقل معاه. بعد كده هضيف معاها كيس من الفانيليا علشان نطعم الخليط اللي احنا عملناه ده، الشوكولاتة دي. تمام، ده كله والخلاط شغال. ضفت الفانيليا وضفت كوباية من الزيت. تمام كده. بعد كده شلنا كوباية من الخليط ده على جنب، هنحطها في التلاجة. بعد كده هنجيب 2 بيضة عليها كيس من الفانيليا، وهنضيف على باقي الخليط اللي موجود في الخلاط. هنحط البيضتين دول والفانيليا وهنبدأ نضرب تاني. تمام. بعد كده هنجيب كوباية ونص من الدقيق. هننخلهم كويس جدا. ادي كوباية وعليها نص كوباية كمان، يبقى كوباية ونص من الدقيق. عليهم كيس بيكنج باودر. تمام كده، او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعد كده هنخلهم كويس قوي. هي مرة واحدة بس كده هنخلهم بالمنخل ده. هقلب بقى البيكنج باودر والدقيق مع بعض بالشوكة عشان نخلط المكونين دول مع بعض. تمام كده. بعد كده هضيف الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط، اللي هو عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من الزيت، كوباية لبن، 2 بيضة، و2 كاكاو، 2 معلقة كاكاو وفانيليا. هنضيفه بالشكل ده. هنضيف كل الخليط اللي موجود في الخلاط ده. ما تسيبيش اي حاجة في الخلاط علشان مقاديرك تبقى كويس. وبعد كده هجيب الشوكة او المضرب اليدوي، اي حاجة عندك قلبي بيها، ما توقفيش على اي حاجة. تمام. بعد كده هقلب كويس جدا المقادير دي مع بعض. لو حسيتي ان القوام ده تقيل شوية، ضيف عليهم معلقتين من اللبن. تمام، هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. كده خلاص الكيكة بقت جاهزة معايا. جبت صينية ودهنتها معلقة من السمنة او الزيت اللي موجود عندك، بس انا بفضل معلقتين من السمنة افضل، ما بيخلوش الكيك يلزق في الصينية خالص. هنزل بقى كل الكيك اللي موجود في الطبق ده في الصينية، وهحركها كده لغاية ما تملى كل الصينية وتبقى متساوية، وهخبطها خبطتين في الرخامة لغاية ما تبقى بالشكل ده. تمام، عشان نطلع كل الهواء اللي موجود في الكيك. بعد كده هسخن الفرن وهضيف فيه الكيك لمدة نص ساعة لو الفرن بتاعك هادي. المهم ان هي اما تكون استوت تطلعي تغرزي الشوكة في الكيك كده وتطلعيها، هتلاقيها نظيفة. يبقى هي كده خلاص ما بقاش فيها اي كيك، اي عجينة. يبقى هي كده خلاص استوت. تمام. بعد كده هجيب بقى الكوباية اللي احنا شلناها على جنب من الشوكولاتة دي، وهوزعها على وش الكيكة كده كويس جدا. تمام كده. الكيكة بتكون دافية شوية، يعني ما بتكونش بردت قوي ولا سخنة قوي، علشان خاطر تقدري توزعي الشوكولاتة دي. لان الشوكولاتة بتكون ماسكة زي ما انت شفتيها كده، بتتوزع معايا بكل سهولة اهي، علشان خاطر الكيك دافي شوية. تمام.
هوزعها كويس قوي بالشكل ده في كل حتة، في الجوانب وفي النص وفي كل حتة. بوزع بالشوكة في ايدي، يبقى ضربنا الخليط بالشوكة او بالمضرب زي ما قلت لك بأبسط الامكانيات. هنعمل كيكة شوكولاتة لاولادنا بجد جميلة جدا وهشة. او لو عندك ضيوف، الكيكة دي حلوة قوي، بحبها سريعة، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، ولا بتاخد وقت في عمايل ولا اي حاجة. تمام كده، وزعنا الكيك كويس جدا في كل مكان بالشكل ده كده. بعد كده هسيبها في التلاجة شوية علشان خاطر الكيك الشوكولات ده يمسك على الكيكة، وتبقى بالشكل ده كده. انا قطعتها وحطيت عليها من فوق جوز هند، او ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي اي مكسرات، ممكن تسيبيها كده من غير اي حاجة، بس انا حبيت ازوقها بالشكل ده. وبقت عبارة عن قطعة من الجاتو شاتو، او قطعة من الكيك. بجد طعمها حلو قوي وهشة زي ما انت شايفاها كده، ومش لزقت معايا ولا اي حاجة. الصينية من تحت اهي تمام كده، شايفاها كمان عمالة احرك فيها، ما فيهاش اي حاجة، وجميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. وكمان الكيك، شايفة لون الكيك عامل ازاي، والكيكة جواها شوكولاتة كده من جوه، تحسيها كده لما احنا عملنا الكاكاو. بجد طعمها في منتهى الجمال. يا رب تكون عجبتكم. وكمان الكيك هش زي ما انت شايفه اهو. يا رب الكيكه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تتابعوني باللايك والاشتراك علشان يوصلكم اي فيديو جديد انزله. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هتوحشوني جدا. مع السلامه.